يا مساء الفل عليكم واهلا وسهلا بيكم في حكايه جديده من حكايات الكارير. في حياه كل واحد فينا محطات كتير جدا، من مكان لمكان، من شركه لشركه، لحد ما الواحد بيوصل لمحطه بيقرر بعدها انه لازم يبقى جامد، لازم يبدا يتميز عن الناس اللي حواليه ويفرق عنهم، وانه يشتغل على نفسه لحد ما يبقى في حاجه لو دورت على كل اللي شغالين في نفس مجاله مش هتلاقي احسن منه يكون بيعملها. في واحده من مقابلات العمل بعد ما عملت كارير شيفت اتسالت سؤال مهم جدا: محمد، هو انت ايه الحاجه اللي بتميزك؟ الله، تاني في يا جدعان، هو انتوا مالكوش غيري ولا ايه؟ ولكن اللي اكتشفته هنا اني مش هعرف ارد نفس الاجابه بتاعت المره اللي فاتت، لان الواقع ان بقالي 7 سنين بشتغل، وان الغرض من السؤال ده كان تكنيكال مش بيهيفيرال. وهنا كانت لحظه مهمه جدا اني ادركت فكره ان كل واحد شغال في اي مجال عمل لازم يكون عنده نقطه قوه بيتكلم من خلالها، نقطه بتميزه عن اللي حواليه. النقطه دي لو في اي شركه عاوزاها يبقى انت اول واحد تيجي في بالهم، وهنا بنسميها بوينتس اوف سترينث. في اختبار مشهور قوي اسمه جالوب حددوا 34 نقطة قوة في العموم موجودين كلهم فينا، ولكن لما بتعمل الاختبار ده بتقدر تحدد أهم 5 نقط قوة في شخصيتك. الفكرة كمان مش إن أنت بس تعرف تحددهم، لا ده كمان مع الكوتشنج والممارسة تقدر توظفهم في مجال شغلك عشان تقدر تتميز عن اللي حواليك وتخلق حاجة احنا بنسميها اليو اس بي أو اليونيك سيلينج بوينت. وهو ده اللي أنا عملته بالظبط. لما عرفت ال5 نقط قوة بتوعي ابتديت أحط ده في خطة إزاي أقدر أستغلهم جوه الشغل اللي أنا بعمله، ومع الممارسة الكتير قدرت اتميز فعلا عن الناس اللي حواليا. حتى لو حواليا ناس بتعرف تعمل نفس الحاجه اللي انا بعملها بس جيت تقارن ما بيني وما بينهم هتلاقي في حاجه ما بيننا مختلفه، لان انا لما بكون بعمل الحاجه دي بعملها من نقطه قوه او اللي احنا بنسميها تالنت، حاجه ربنا خلقها عندي زي البصمه بتميزني عن كل اللي حواليا. بس الفكره ان انا اعرف استغلها صح. عشان كده مهم في كارير اي حد مننا انه يعرف ايه نقاط القوه بتاعته واللي منها يبدا يحرك كاريره على اساسها. ده هيساعدك انك تتطور بشكل اسرع وتسبق كل اللي حواليك حتى لو كانوا بادئين المجال ده قبليك. بس هنا محتاج تاخد بالك من حاجه مهمه، ان انت كده هتجيب سقف الشغل بتاعك بسرعه وهتحتاج تروح لتحدي اكبر كل شويه، لانك هتلاقي نفسك بتعمل الحاجات اللي انت بتعرف تعملها بسهوله كل يوم، فهيحصل عندك حاله من الاحباط وهتحس ان انت مش قادر تتطور في مجال شغل. ودي كانت محطه مهمه جدا في الكارير بتاعي، ان ابقى عارف ايه الحاجات اللي بتميزني وايه نقاط القوه بتاعتي. استنونا الحلقه الجايه وحكايه جديده من حكايات الكارير، وشاركوني في الكومنتات عن نقاط القوه بتاعتكم. لو عجبك الفيديو النهارده ما تنساش تعمل شير ولايك واعمل فولو للقناه عشان خاطر تشوف الفيديوهات الجديده، ونشوفكم على خير.